السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده جاي لكم بوصفة. الوصفة ديت يعني حرفيا لما تعملوها في البيت، يعني مش قادرة اقول لكم على الريحة تبقى عاملة ازاي، وجيرانكم يخبطوا عليكم كده ويقولوا لكم الريحة دي جاية من عندكم، احنا عايزين ناكل عندكم النهارده. طبعا عرفتوا طبعا الكبدة. بص، تحفة تحفة تحفة. تعالوا نشوف وصفتنا ازاي النهارده. بس قبل ما نخش على المقادير ونخش على التفاصيل بتاعتنا النهارده، يا ريت اللي مشتركش يشترك، واللي اول مرة يشوف القناة عندنا يا ريت يفعل الجرس ويحط لايك للفيديو يا جماعة. تعال نسمي نقول بسم الله. احنا النهارده معانا الكبده، الكبده زي ما انتم شايفين كده متقطعه شرايط. يعني يا ريت تجيبوها تقطعوها انتوا علشان خاطر تقطعوها بمزاجكم كده، وتعرفوا انتوا تقطعوها التقطيعه اللي انتوا عايزينها. انا بجيبها شرايح وبقطعها انا، بس يا ريت تقطعوها هي متجمده كده، بلاش تقطعوها هي طريه عشان ما تغلبكوش في التقطيعه. تعالوا نشوف بقى الدقه بقى بتاعتها، دقه الكبده اللي بتجيب من اخر الشارع الريحه دي وتقلب لكم الموازين حرفيا. الدقه دي عباره عن ايه بقى؟ معلقه توم كبيره، ومعلقه هريسه شطه، كمون، بابريكا، شطه، ملح، فلفل، كزبره، عصير ليمونه، نص فنجان خل. وزي ما انتوا شايفين كده بقى هنقلب كله كده كده مع بعضه، زي ما انتوا شايفين كده بالمعلقه. وبعد ما نقلبهم كلهم مع بعض كده وتشم الريحه كده تجننك، هتنزلي بفنجان ميه وتقلبيها كويس زي ما انتوا شايفين كده. تحفه تحفه تحفه. اخر حاجه خالص هنحط معانا نص فنجان زيت، وهنقلبها زي ما انتوا شايفين. شامين الريحه معايا بتاعه الدقه كده من قبل ما نحطها على النار ولا اي حاجه. تحفه. احنا معانا الكبده اللي احنا غاسلينها واللي احنا اسفه ما بتتغسلش الكبده يا جماعه، هكلمكم على الكبده واحنا شغالين. احط عليها كده نص مقدار الكبده الدقه اللي انا عاملاها ديت، وهنقلبها فيها وهنسيبها على الاقل خالص كده، اقل حاجه حوالي 4 ساعات. تمام. احنا بقى خلاص كده قعدت معانا 4 ساعات، انا قعدت معايا حوالي 6 ساعات على فكره. هنا بقى الطاسه على النار، هنحط فيها شويه زيت محترمين كده زي ما قال الكتاب زي ما انتم شايفين كده. وبعد الزيت ما يسخن جدا جدا، هننزل بيه هننزل فيه بقى بالكبده بتاعتنا اللي هي منقوعه في قلب التتبيله دي كده. مش قادره اقول لكم بقى الريحه، يا اول ما الكبده دي نزلت في الزيت ما اقولكوش الريحه يا جماعه، قسمت لكم بالله الريحه رهيبه. المهم احنا ما بنقلبش، اول ما تحطيها في الزيت كده ما تقلبيش خالص ابدا، ما تقلبيش. احنا بس بوزعهم بالمعلقه كده، مش اكتر. يعني اول ما الاقي لونها اتغير كده وهيدينا اللون بتاعها اتغير خلاص بقت ابيض زي اللون ده كده بالظبط كده، ببتدي بقى ان انا اقلبها. اهو شايفين اللون كده، ببتدي اقلب فيها بقى دي بقى عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، وعشان خاطر ما تفقدش ما تبقاش طريه، ما تبقاش ناشفه معانا، تفضل جوسي كده وحلوه وطريه معانا. لما بتنزل الميه اللي فيها يا جماعه بتنشف وتيجوا تاكلوها تلاقيها بتشد معاكم، ما تبقاش حلوه جدا خالص 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 كده. هنا بقى معانا هنا شويه فلفل، قرنين 3 فلفل حامي، مش حامي رومي زي ما بتحبوا. انا طبعا انتوا عارفين ان بحب الحاك والاكنه كله حامي. فهنا قطعت قرنين فلفل، وقرن وفلفل واحد بس رومي كده للشكل مش اكتر يعني. بعد ما خرطت هنا قرنين الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، خلصتهم. هروح بقى انزل بيهم هناك على الكبده. وبعد ما انزل على الكبده، زي بعد ما انزل على الكبده بقى زي ما انتم شايفين كده، او قبلها ما انزل على الكبده اي حاجه، هنحط بقى نبهرها كمان تبهيره كده حلوه. معلقه فلفل، معلقه كمون، معلقه كزبره، ونقلب. وشمي ريحه وانت واقفه كده تتجنني. انزلي بالفلفل اللي انت خرطتيه دون اللي انت مقطعاه شرايح. بعد ما تعالى بقى نعمل الدقه بتاعتهم دي كده، الطشه بتاعت الكبده اللي هي دي بتقلب لك الموازين. دي احنا بدل ما نحط زيت احنا بنصفي الزيت اللي احنا حاطينه من الكبده عشان تبقى الريحه هي. بنصفيها من الكبده ونحط عليها معلقه كبيره مليانه من الدقه اللي احنا عاملينها اللي هي القديمه اللي احنا متبلين بيها الكبده. وبعد خالص ما تعمل زي ما انت شايف تحمر معانا كده، بننزل بقى عليها زي ما انتم شايفين على الكبده بالطشه دي. ياه. قومي بقى اعمليها دلوقتي اهو عشان تشوفيها وتجربيها وتشميها عشان تعرفي انا بقول لكم ايه، وعشان تعرفوا انا قصدي ايه، وعشان تدعوا لي دعوه حلوه كده من القلب على الكبده دي. ويا جماعه اللي وصل معانا لحد هنا يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس ويحطوا لايك. الكبده دي عايزه 500 لايك يا جماعه. تعالوا بقى احنا هنعمل معاكم النهارده، هنعمل بقى معاكم السلطه اللي هي بتاعه المحلات بالظبط، مش بتاعه بيتنا ابدا، سلطه المحلات بكل تكاتها وحركاتها.
زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم حاجه على الكبده، اللي طبعا كلنا بنحب الكبده يا جماعه، وفي ناس بتحب الكبده اللي بنشم الكبده اللي في الشارع دي بنتجنن عليها ويقولوا عايزين بس ايه كبده مستورده. لا لا لا، انا عايز كبده بلدي. عايزه اقول لكم الكبده دي ما تنفعش ابدا بكبده بلدي، الكبده يعني كبده مستورده. انا بقرف من الكبده المستورده، هقول لك معلش سوري، ما تنفعش تاكلي الكبده دي غير الكبده المستورده. هي كده، هي الكبده دي كده الريحه دي جايه بالشمال بتاع الكبده المستورده. تمام. بس انتي بايدك انت تخليها. بص بقى، اللي احنا عملناه فيها تخلي الكبده دي وداكي في حته تانية احسن من الكبده البلدي. كمان هي ما بتتغسلش، كمان الكبده يا جماعه ما بتتغسلش ابدا، لانها لو اتغسلت بتنزل زفاره مش حلوه ابدا ابدا. فهي بتنقعيها بشويه خل وملح كده وخلاص، وبعد كده خلاص بصفيها شويه ملح صغيرين كمان، وتحتيها مصفى وشكرا كده. وبعدين بترجعي بقى تحطي التتبيله اللي احنا عملناها معاكم دي، وبتخلي الكبده يعني انا مش عارف من غير حلفان ولا محل بره ولا عربيه كبده بره اللي بتشدكوا دي ولا اي حاجه. تعالوا بقى نرجع للسلطه بتاعتنا كده بتاعت المحلات التحفه دي. احنا خرطنا كل حاجه زي ما انتم شايفين كده، خرطنا الخيار مكعبات كبيره شويه، والطماطم نفس الحكايه، والبصلايه شرايح، والفلفل. وهنا بقى جبنا تكايه حلوه كده، جبنا حبايه قوطه كبيره بشرناها ورمينا الجلد بتاعها، طبعا هو خدنا القلب بس، وحطيناها عليها. ونزلنا بقى بمعلقه كمون، معلقه كزبره، ليمونتين حلوين كده، شويه خل، شويه ملح، معلقه شطه، وكوبايه ميه متلجه. المفروض ان يبقى فيه تحط فيه كده ميه اللي فيها حته تلج كده. انا ما كانش عندي تلج بصراحه ربنا، فحطيت كوبايه ميه ساقعه. بس هي المفروض كوبايه ميه متلجه يعني، وحطيتها زي ما انت شفتيها كده، وتركنيها في التلاجة بقى ساعه ساعتين كده، الكل ياخد من طعم بعضه كده، وكل احلى شويه سلطه. هنا بقى معانا سلطه الطحينه، طبعا الكل عادي بقى بيعرف يعملها عادي دي، بس انا حطيت عليها تركايه كده. انا حطيت هنا الطحينه، حطيت عليها فصين توم، وحطيت ملح، وحطيت كمون، وهنزل عليها زي ما انتم شايفين كده بشويه ميه، بشويه ميه كده، ميه دافيه. وبعد ما احطها كده بقى، وقبل ما احطها بروح جايه حاطه عليها معلقه كده من الدقه اللي انا عاملاها بتاعت الكبده دي. طعمها تحفه جدا 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 طبعا. طبعا هو التوم يعني، هو انا ما بحطتش توم، انا حطيت من الدقه. انت لو بتعمليها من غير بقى، انا قصدي لو انت هتعمليها من غير الدقه دي يعني عاديه خالص، بتحطي فصين توم بس كده زي ما انت شايفين لحد القوام اللي انتوا عايزينه بقى. ده الفينو ده بقى انا كنت عاملاه عشان خاطر ناكل بيه الكبده، يعني اعمل سندوتشات زي المحلات بره بالظبط، او زي العربيات بره بالظبط. فقلت والله بقى لا اعمل عيش ابيض، واعمل عيش فينو، ونعمل عيش بلدي كمان. بس انا مش ما عملتش العيش البلدي، العيش البلدي كنا شارينه بس. بص الفينو تحفه ازاي، تحفه. تسلم ايدك والله يا بيرو، تسلم ايدك بجد يعني. انا هنزل لكم على القناه برضو طريقه الفيديو، طريقه الفينو دي. ده فينو اقتصادي جدا زي بتاع الافران بالظبط. بصوا بقى الكبده، احنا عملنا هنا سندوتشات كبده فينو، وعملنا سندوتشات عيش ابيض. كنت عامله عيش ابيض كده صغير زي بتاع السندوتشات برضو، وعملت كده برضك عيش بلدي زي ما انتم شايفين. الرغيف جوه بعضه كده، ودخلته في قلب بعضيه، ورحت عاملاه سندوتشات زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا عايزه اقول لك اليوم ده كان اليوم ريحته قلب الدنيا عندنا هنا. بس كده شويه خضره حطيهم كده، اذا التزيين مش اكتر يعني. الاكل كان زي الفل. احنا كنا حاطين بالفعل حرفيا كاننا كنا جايبين اكل كده جاهز من المحل بره، او من على العربيه بره. مش عايزه اقول بس محل يعني، عشان المناطق الشعبيه مشهوره بالعربيات اللي احنا منها طبعا. بس بقى جربوا الوصفة دي يا جماعة، ويا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا اشعاراتنا بكل وصفاتنا الجديدة. شايفين بقى ده العيش الابيض اللي انا كنت عاملاه، ده عيش شامي انا كنت عاملاه، هنزله لكم برضو على القناة. ما شاء الله ما شاء الله يعني. عايزه اقول لك انا كنت عامله نص كيلو كبده، فما شاء الله يعني الحمد لله عملت كل الكميه دي وفضل منها كمان. ايه رايكم بقى، ايه رايكم في شكل الاكل اللي احنا عاملينه النهارده، وايه رايكم في وصفه الكبده النهارده؟ يا ريت تجربوها يا جماعه، يا ريت تجربوها وتسيبوا لي كده كلمتين حلوين كده، واللي عجبته يا ريت يقول لي ايوه عجبتني ولا ما عجبتنيش كده في الكومنتات. ومستنيه رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.